ما انا مش هتهبل لوحدي. ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ والمشكله ان في ناس هتصدق الكلام بتاعكوا ده. الاستاذه مها صبري وجايبه واحد معاها على قناه نادي الزمالك اسمه احمد عادل. انا مش مسميها قناه نادي الزمالك، انا مسميها مصطبه نادي الزمالك. اه والله مصطبه نادي الزمالك. مها احمد واحمد صبري طالعين يقولوا لك ايه بقى؟ ان انفانتينو طلع اهلاوي، وان انفانتينو حط نادي الزمالك في دماغه وبيعمل مؤامرات على نادي الزمالك، وان المفروض نادي الزمالك كان يشارك في كاس العالم للانديه. انت متخيل معايا؟ المفروض نادي الزمالك يشارك في كاس العالم للانديه. ده حتى يا جدع بعد ما خرجوا ليونيل المكسيكي كان النادي الزمالك احق فريق ان هو يشارك في كاس العالم للانديه، بس انفانتينو اهلاوي ما رضيش يخلي نادي الزمالك يشارك في كاس العالم للانديه. يبطلوا كلام على كده، ما المصابه مصابتهم. ده قالوا لك كمان ان انفانتينو بيتفق مع رئيس الاتحاد الافريقي ان هم يضعفوا الفرق الافريقيه عشان النادي الاهلي ياخد كل البطولات. عشان كده نادي الزمالك ضعيف، وبيدوا النادي الاهلي فلوس عشان ياخد كل البطولات، عشان يبقى اقوى واحد في افريقيا، لانه اهلاوي، لان انفانتينو اهلاوي. احب اكمل على كلامك يا استاذ احمد عادل والاستاذه مها صبري ان انفانتينو هو اللي دخل في صفقه احمد سيد زيزو، وهو كمان تمام اللي ما بجددش عقود اللعيبه، وهو كمان اللي عامل المشاكل دي كلها في اداره نادي الزمالك. هو اللي خارب كل حاجه، وهو اللي اكل الجبنه بتاعت فيلم ابو علي. هو اللي عمل كل حاجه. انا ما اعرفش قناه نادي الزمالك دي بتفكر ازاي، عايزه تحط في دماغ الزملكاويه انهم في مؤامره فعليه، مع ان جمهور نادي الزمالك لو فاق من الحته دي وبص لادارته هيلاقي ان ادارته مليانه مشاكل، وان ادارته سبب المشاكل دي كلها، وان نادي الزمالك لو سابه من حته المؤامره واتجه ان هو يصلح الاداره هيبقى افضل نادي في افريقيا بعد النادي الاهلي اكيد طبعا. هيرجع نادي الزمالك بتاع البطولات، نادي الزمالك اللي احنا عارفينه من زمان، بس طول ما هو عايش في حته المؤامره يبقى قابلني لو وقف على رجليه. بس كده، يلا سلام.